أحسن عليكم. هذا يقول: ما حكم سماع المتون أو دروس العلم حال قضاء الحاجة؟ ما شاء الله تبارك الله. أحد مشايخنا حدثنا أن أحد أشياخه كان يقرأ عليه الطلاب المتون حتى وهو يقضي حاجته. طبعا هذا كان من شدة الحرص على الوقت، فعرف عنه أنه يصلي الفجر ثم يجلس للطلاب لا ينقطع إلا ليأكل، حتى أنه كان إذا دخل لقضاء حاجته يقرأ عليه الطالب من الخارج المتن الذي يقرأه عليه. طبعا الآن القارئ في الخارج والسماع ما يضر، السماع ما يضر، فهذا من حيث هو جائز. لكن إذا لم تقم إليه حاجة فلماذا؟ يعني إذا كان الإنسان عنده وقت طويل وما يستمع للمتن إلا وقت قضائه للحاجة يستمع، يعني هذا حتى تركيزه لن يكون يعني كما ينبغي. لكن إذا كان الإنسان يستمع ليحفظ وهو مطالب مثلا بشيء بعد العصر أو نحو ذلك من غير أن يقرأ، لكن يستمع لما يعني يكون من قراءة في خارج مكان قضاء الحاجة، فإنه جائز.